الفرقان هم أهل البصيرة الذين يبصرون الحق من الباطل والهدى من الضلال والخير من الشر. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. تقوى الله عز وجل يجعلنا في مواطن يحب الله عز وجل أن نكون فيها ونسمع أشياء يحب الله عز وجل أن نسمعها، ونرى أشياء يحب الله عز وجل أن نراها، ونقول أشياء يحب الله عز وجل أن نقولها. هكذا هو تقوى الله سبحانه وتعالى، يجعل الإنسان في المكان الذي يحب أن يراه الله عز وجل فيه. أيها المسلمون عباد الله، إن تقوى الله عز وجل شيء عظيم. إن تقوى الله عز وجل ليست عبادة مستقلة بذاتها، ولكن ما من عبادة لله إلا وتدل على تقوى الله عز وجل. إخلاصنا من تقوى الله، خوفنا من تقوى الله، رجاؤنا من تقوى الله، صلاتنا من تقوى الله، جميع الأعمال تدل على تقوى الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا في كتابه الكريم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين الباس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هؤلاء هم المتقون الذين ذكر الله عز وجل صفاتهم في هذه الآية العظيمة. هم الذين يفعلون ما أمر الله به ويجتنبون ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فإذا ما أغواهم الشيطان وإذا ما أزلهم الشيطان إذا هم يتذكرون ربهم سبحانه وتعالى. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون.